السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل المشاية أو المفرش اللي أنا عرضته على البيج بتاع القناة وانتوا اخترتوا. المشاية دي من كذا حاجة، فقلت إن شاء الله نعملها سوا. هي سهلة جدا، ما فيهاش أي حاجة. هي بتحتاج بس خيط قطن، لا إما خيط قطن تخين شوية أو خيط مكرمية قطن، بس في الاغلب ممكن يبقى خيط قطن. يعني مثلا عندك خيط الغزل اللي هو الصياد اللي هو القطن اللي هو زي الفراعنه. ممكن لو انت عندك الخيط رفيع ممكن تعمليه، تدبليه، يعني يبقى تعملي على الابره مرتين تجوزيه. بس هو في الغالب بيطلع حلو قوي بالخيط اللي هو القطن التخين. فان شاء الله هنبدا مع بعض ونشوف المشايه. هي جميله وسهله وما فيهاش اي حاجه. وانا عملت الخلفيه اسود علشان هنشتغلها كلها بالخيط الابيض، لان لو كنت دخلت معاها خيط الوان في التصوير مش هتبان ليكم بنفس الغرز، بنفس التوضيح بتاع الشرح. فالابيض هو كان انسب حاجه معايا، فهنعملها كلها ان شاء الله بلون واحد. ولو في اي استفسار على تداخل الالوان في اي حاجه انا معاكم. المشايه هتحتاج 48 سلسله. وعايزه افهمك حاجه برضو قبل ما انسى. دلوقتي انا ايدي في الشغل مريحه شويه، فعشان كده انا مستخدمه ابره 3.5. انت ممكن تستخدمي ابره 4 لو ايدك ماسكه في الشغل، لكن انا علشان ايدي بتبقى مريحه شويه فبستخدم 3.5. ولان لو انت ايدك اوسع من ايدي ممكن تستخدمي كمان ابره اضيق. المهم ان المشايه لا تطلع متماسكه وشاده قوي ولا تطلع مرخيه قوي. تمام؟ فيعني نويم العمليه كده بين البنين. فهنبدا ان شاء الله ونقول بسم الله. هنعمل 48 غرزة سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 هكمل كده 48 سلسلة. هنشوفهم بقى دلوقتي على المزورة كام سنتي. وعلى فكرة انت مش محكومة انك تعملي نفس المقاس بتاعي، تمام؟ كل واحدة وعلى حسب ايدها. انا طالع عندي بالظبط زي ما انت شايفه اهو 30 سنتي. فانتي مش يعني ما انتش مطالبه انك تطلعي 30، على حسب برضو ايدك وشغل ايدك. المهم اللي يلزمني 48 سلسله. بصي بقى يا ستي، هنطلع عمود، هناخد كده لفه قصدي. بصي بقى يا ستي، هناخد لفه وهنسيب الواضح اهو. هنسيب 1 2 3 4 وهندخل في الخمسه هنا كده، وهنعمل عمود بلفه. تمام؟ واحنا بنعمل عمود بلفه هناخد سلسله، وفي نفس المكان تاني هرجع وهعمل عمود بلفه، واعمل سلسله في نفس المكان تاني هعمل عمود بلفه، واعمل سلسله وفي نفس المكان هعمل عمود بلفه. المكان ده هياخد 6 عمدان مع 6 سلاسل بينهم. يبقى دي كده ادي 1 2 3 4 5 وادي 6. نعد تاني 1 2 3 4 5 6. تمام؟ انا حاسه دي وسعت اهي. يبقى احنا كده هنيجي في اول سلسله هنسيب 4 من الاول، 4 سلاسل، ونخش في الخمسه. هنعمل في الخمسه 6 عمدان بين كل عمود سلسله. ادي عمود سلسله عمود سلسله عمود سلسله وهكذا. تمام؟ هناخد نعمل سلسلتين وهنسيب من تحت سلسلتين. يا رب تكون الصوره واضحه ليكم اهي. نسيب من تحت سلسلتين 1 2 وهنعمل في التالتة عمود بلفه كده، وجنبيه برضو عمود بلفه. نخش في السلاسل بالراحه كده واحنا ماشيين كده. 3 عمدان جنب بعض مش مع بعض في غرزه واحده. واضحه اهي. انا ماشيه بالخطوات بالراحه علشان تعرفوا.
وناخد سلسلتين تاني، ومن تحت هنسيب سلسلتين. ادي 1 2 اهي، ادي 1 2، وهنخش في التالتة هنا نعمل عمود وجنبيه عمود، والسلسلة اللي جنبه كمان عمود. تمام، وهكذا سلسلتين من فوق نسيب تحتهم سلسلتين من تحت، 1 2 كده اهو، وبالراحة خالص. انا عندي الخيط شوية كذا فتلة مع بعض، فبتخش الإبرة بين النسيج وبعضه. بالراحة كده اهو كده، واضحة. همشي برضو، هعمل سلسلتين من فوق، اكمل سلسلتين واسيب سلسلتين واخش في اللي تحتها واعمل عمود التاني التالت. تمام، اكمل بقى للاخر وارجع تاني. بعد ما خلصت وعملت التلات عمدان بينهم سلسلتين فوق وتحت، هنيجي بقى لاخر غرزة اللي هي الاخرانية دي، وهنعمل فيها زي ما ابتدينا في الاول. هندخل ونعمل في اخر غرزة، طبعا هنسيب سلسلتين زي ما احنا ماشيين في الاول، وهناخد دلوقتي وهنطلع بالراحة في اخر غرزة، وهنعمل الست عمدان، 1 سلسلة بالراحة خالص وانتي شغالة، عشان ايه بتبقى الغرزة الاخرانية دي جامدة شوية عشان ما تفتحش منك. سلسلة، مهم هيبقى 6 عمدان زي الاول بينهم سلسلة، كل عمود بينه وبين التاني سلسلة اهو. ادي 1 2 3 4 سلسلة، واحد 2 3 4 5 6. يبقى كده عملنا ايه؟ 6 بين كل عمود والتاني في ايه؟ سلسلة. هندير الشغل بقى عادي وهنمشي زي ما احنا برضو ايه، هنعيد تاني كده. هنقوم واخدين ادي السلسلتين بتوعنا العاديين خالص اللي هما من تحت، ونروح عند التلات عمدان. هنمشي كده دلوقتي بقى عكس بقى، وهناخد الفتلة الزيادة دي معانا وندخل بالراحة كده في حرف السلسلة التاني من تحت اهو، شايفين ده كده؟ بالراحة خالص، وناخد السلسلتين اللي من تحت برضو. ثانية اسلك الخيط. اهي كده. ما ننساش يا جماعة السلسلتين اللي بين العمدان وبعضها كده. همشي بقى ايه فوق كل الثلاث عمدان 3 عمدان كده، الخيط مفصص شويه كده. همشي بين كل فوق 3 عمدان 3 عمدان. الخيط عندي نسيج جواه كذا فتله مع بعض، فهتحسوه ان هو مفتح شويه. على فكره المشيه دي تبقى روعه بالخيط الكوتون جولد، بس طبعا خيط الكوتون جولد اسعاره غاليه. مهم بقى هنمشي ايه للاخر كده. همشي انا كده للاخر وارجع لكم اقول لكم انا كده.
هعيد تاني اللي انا عملته. انا لفيت وعملت ال6 عمدان، وبين كل عمود والتاني سلسله، وبعدين سبت سلسلتين ومن تحت السلسلتين، ورحت على العمدان اللي انا عاملاها من تحت عملت قصادها فوق عمدان وسبت سلسلتين، وهكذا. هيديني الشكل ده كده. همشي بقى لغايه اخر السطر هنا وارجع اقول لكم السلسلتين بتوعنا، ونروح هنا لاول 3 سلاسل عملناهم ونقفل بمنزلقه. نقفل بالراحه خالص، وبعد كده هنطلع 3 سلاسل. ده السطر الجديد بقى. هنعمل فيه ايه بقى؟ هندخل عشان نوسع بقى ايه الكيرف ده شويه. هنعمل هنا 2 في اول العمود اللي هم ال6 عمدان اللي بين كل عمود والتاني سلسله. هنعمل عمودين هنعمل عمودين سلسلتين في راس العمود اللي جنبه برضو، في راس العمود اللي جنبه هنعمل عمودين سلسلتين. العمود اللي وراه كده احنا بنكبر يا جماعه اهي كده، بنوسع بقى. سلسلتين عمودين كده. يبقى كده بقى معانا كام عمود؟ 12 عمود. 2 4 6 8 10 12. تمام. هناخد بقى السلسلتين بتوعنا اللي تحت وهنروح عند اول عمود من ال3 عمدان اللي هيقابلونا. هدخل في راس العمود ده كده بالراحه واطلع اعمل عمود. تمام. وبعدين هاخد سلسلتين واروح عند اول الفراغ اعمل 3 عمود مع بعض اللي هما الجراني اهو كده كده، سلسلتين وفي الفراغ هعمل الجراني. كل فراغ بقى هيقابلني كده هعمل فيه 3 عمود جراني كده. ادي السلسلتين اهو، وهروح على الفراغ انا فضلت اللي اعمله لكم بخيط ابيض عشان يبقى باين. الخيط عندي اهو كده، بص واضح كده. واي حاجه مش مفهومه تعرفوني وانا ان شاء الله اشرحها مره واتنين زي ما انتوا عاوزين لما الفيديو ينزل ان شاء الله على الصفحه اهي. سلسلتين واروح في الفراغ واعمل 3 عمود بلف. تاني انا مش هفصل الفيديو عشان نبقى ايه مع بعضينا اهو. هي جميله وسهله وحلوه قوي، وعايزه بقى تعمليها انت بالوان مختلفه في تداخل الالوان اعملي. وزي ما قلت لك انا معايا في التصوير كان لازم ابيض لان كانت يبقى فيها غوامق ممكن ما كانتش تبان معايا في الغرز. وهناخد سلسلتين وهنروح للعمود الاولاني ده ونقوم عاملين عليه ايه عمود، وناخد سلسلتين ونعمل اللي احنا قررناه هنا اللي هما ال12 عمود. لحظة اهو، ادي 1 في راس العمود، 2 سلسلتين
سلسلتين، عمودين، سلسلتين، عمودين، وهكذا بقى. هلف وهعمل زي دي كده، وما اوصل عند هنا، ما اوصل عند المنزلقه اللي هقفل بيها ارجع لكم عشان نشوف هنعمل ايه. انا رجعت تاني قبل ما اكمل الصف لان في حاجه ممكن تغلطوا فيها. واحنا بنلف هناخد السلسلتين اللي تحت وهنخش في راس العمود زي ما عملنا هنا الناحيه اللي تحت كده. كده واضحه. وبعد كده هناخد السلسلتين بقى ونكمل للاخر ايه في الفراغات دي. الجراني بتاعنا عادي خالص ما فيهوش اي حاجه. اكمل انا بقى للاخر وارجع لكم. الاخر هنا هنقفل بالمنزلقه بتاعتنا. هنعمل ايه بقى الجديد؟ هنطلع 3 سلاسل، هنخش هنعمل في كل واحده من دول هنعمل ادي واحد، هنعمل واحده واحد والتانيه 2. يعني هنا هتبقى واحد، طبعا بينهم السلسلتين، هتبقى هنا واحد هنا 2 سلسلتين، 1 2. فاهميني؟ ابين اكتر. هنشتغل دلوقتي هنطلع من هنا مثلا ايه عمود، من هنا عمود، عمودين، سلسلتين، عمود، عمودين، سلسلتين، كل ده عشان نكبر. عمود، عمودين، سلسلتين، وهكذا كده. وادي العمود التاني اهو، سلسلتين، وهروح هنا اهو كده. انا بكبر. ادي عمود، وفي العمود التاني هنعمل عمودين، سلسلتين، سلسلتين، كده. بتكبر اهي بقى وبتوسع معانا. فهمتوا؟ امشي انا بقى كده للاخر شويه وارجع لكم. خلصتهم اهو زي ما شرحت لكم وقلت لكم. احنا هنعمل في كل العمودين من تحت هيبقى عمود الاولاني عمود والتاني عمودين، سلسلتين، عمود، عمودين، وبعد كده السلسلتين، ونطلع موازيين لايه للعمود اللي تحت. هنيجي هيقابلنا فراغ هنعمل فيه الجراني اللي هما ال3 مع بعض. هي هتلاقي الشغل وانتي ماشيه مش بيلخبط ولا حاجه، هتلاقي الشغل هو نفسه شارح نفسه اهي. سلسلتين، كده. همشي انا بقى لاخر السطر كده الجراني جراني جراني جراني، وهعمل وهاجي هنا عشان برضو تلخيص وقت الفيديو. وهاجي هنا هطلع على العمود ده هعمل عمود، العمود اللي جنبه عمودين، سلسلتين، عمود، عمودين، سلسلتين، عمود، عمودين، سلسلتين، وهكذا. والف ولغايه ما اجي عند المنزلقه عشان نشوف السطر الجديد هنعمل. خلصنا خلاص. هنيجي بقى عشان المنزلقه بتاعتنا اللي هي في السطور في السطر. تمام. جينا بقى لنهايه السطر وهنقفل بمنزلقه. هنعد 1 2 وادي التالتة. الخيط معايا
طري جدا، لان القطن اللي معايا طري قوي، غير طبعا اللي هيكون معاكي او النوع اللي انت هتجيبيه غيري. او لو جبتي مكرميه اللي هي القطن اللي هو المبرومه دي هتبقى حلوه قوي فيها. هنعمل ايه السطر الجديد؟ هنطلع ادي الثلاث سلاسل بتوعنا قيمه العمود. بصوا بقى، طبعا احنا كان تحت معانا هنا مقرب شويه، كان معانا تحت 3 1 2 3، فهنطلع هنا على راس العمود على اللي هو المنزلق، هنعمل 3 سلسله قيمه عمود، وراس العمود اللي جنبها هنعمل عمود، وفي اخر العمود ده هنعمل عمودين. فهمتوا ازاي؟ هنوسع بقى، هنوسع ايه الدايره دي شويه، اللي هي النص دايره دي هتوسع مننا بقى شويه كده. فهيبقى معاكي هنا كام عمود؟ 4. ادي 1 2 3 4 سلسلتين، وهنروح للي جنبها. ادي اول عمود، تاني عمود، والتالت هنعمل فيه كام؟ 2. مظبوط كده، سلسلتين، وهنروح لأول عمود وتاني عمود. كل سطر بتوسع منك. فهمتوا الشغل ماشي ازاي؟ الكيرف ده بيوسع، ده اللي بيدينا الوسع بتاع المنطقة دي. ادي السلسلتين، التوسيع بتاعنا كله بيبقى فين؟ في الأجناب، اللي هي في الكيرفات اللي هي فيها النص دايرة دي اهي. لو تلاحظوا بقى من تحت، كنا الأول 2، بقينا 3، بقينا 4. ادي السلسلتين، ادي العمود التاني والتالت بتاع التوسيع اهو، بتاع الكيرف اللي بنلف فيه. وهناخد سلسلتين وهنروح لراس العمود. اوعي تغلطي وتوسعي في جسم المفرش نفسه او جسم المشاية نفسها، بمعنى ان انت اخرك الكيرف ده. واضحه؟ اهي هتتلخبطي حطي ماركر، مفيش فيها اي مشكله، انت اخرك هنا. اولنا بقى بنبتدي بقى هنا نعمل ايه؟ الخط المستقيم. همشي وهلف وهرجع تاني. يبقى احنا هنا عملنا ايه في الجزء ده؟ الجزء ده احنا كبرناه، كان اولنا تحت 2، بقى 3، بقى 4. امشي كده بقى كده زي ما احنا مشينا اللي احنا واخدين عليه، وارجع لكم تاني ونشوف هنعمل ايه السطر الجديد. يعني تاني بعد ما قفلنا بالمنزلقه بتاعتنا تاني، وهنطلع هنقفل بالمنزلقه ونطلع 3 سلاسل، وندخل في راس العمود اللي جنبيها على طول، ونعمل ادي عمود واللي جنبيها عمود. هنوسع بقى نكبر، يبقى كده 1 2 3، والرابع هنعمل عمود، وجنب الرابع هنعمل عمود تاني. يبقى كده بقى معانا كام عمود؟ 5 عمدان، 1 2 3 4 5. وناخد السلسلتين بتوعنا ونروح نعمل التاني. ادي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، رابع عمود، وفي نفس العمود الرابع هنعمل كمان عمود. ناخد سلسلتين تاني. انا ماشيه خطوه بخطوه عشان اللي قالوا لي في الصفحه ان هم ما بيعرفوش قوي في الباترون، فانتوا لو عاوزين حاجه في الباترون وعاوزين شرح الباترون قولوا لي ان شاء الله وانا اعمل لكم شرح له. هناخد بقى السلسلتين ونروح على العمدان التانية، هنعمل عمود، والعمود اللي جنبيه عمود، والعمود اللي جنبيه عمود، وفي اخر واحد عمودين
تمام. ابتدت توسع وتكبر معانا اهي. فهمتوا؟ اول حاجه عمودين، 3 عمدان، 4 عمدان، 5 عمدان. هندننا نطلع بقى كده بقى. لو انت عايزه تكبري بقى مساحه كبيره هتدنك تطلعي. انا معاكم لغايه ما نوصل ان شاء الله لغايه المقاس اللي زي الصوره بالظبط، وهقول لك لو انت عايزه تكبري امتى تعملي ايه. اخلص انا بقى، انتوا كده فهمتوا التكنيك بقى، ان انا همشي كده 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 والف وارجع اقفل بمنظرك ونبدا السطر اللي بعده.